السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. في الفيديو اللي فات احنا شرحنا مع بعض الفرق ما بين الهيدنجز H1 لحد H6 وكمان البي، وكمان فتحنا مع بعض موقع كده زي نتفليكس وشفنا وعرضت لك كده امتى بتكتب ال H1 وامتى بتكتب ال H2 وامتى بتكتب ال H3 وكمان امتى بتكتب تاج البي. في الفيديو ده هنتعلم حاجتين جداد مع بعض، والتاجات اللي هنتعلمها النهارده هما تاجين: تاج البي ار وتاج الاتش ار. تاج البي ار ده هيساعدك انه بيكتبها في وسط الكلام، في وسط النصوص كده، بيساعدك ان هو بيعمل سطر جديد. لو عندك مثلا نص كبير وعايز مثلا انك تقسمه او تعمل سطر او تحطه في سطر جديد، تقدر انك تكتبها. تاج الاتش ار بيعمل خط افقي. فتعالى مثلا نعمل مثال كده اهو. نكتب مثلا تاج للباراجراف عربي، نكتب مثلا نورين 20. تمام كده، عندنا 20 كلمة في تاج البي. فاحنا مثلا عايزين نستخدم تاج البي ار ونعرف بيستخدم ازاي. فخلينا مثلا عندي هنا هو كده عند النقطة دي نعمل تاج البي ار. تمام، وعند النقطة دي برضو نعمل تاج البي ار عشان نشوف تستخدمها ازاي. ممكن انك تكتب بي ار كده اهو وتعمل تاب، هتلاقيه قفل لوحده كده، اتعمل لوحده كده. تمام، تعالى نعمل اوبن لايف سيرفر ونشوف هتبقى عاملة ازاي. نكبرها كده. بص، سيبك دي ظهر ولا ايه؟ لحظة، عشان في البادي، عشان مكتوبة في البادي، عشان مكتوبة هنا. ممكن تحطها جوه التعليق ده. هنتعلم برضو مع بعض يعني ايه تعليق، كومنت. تعالى نرجع تاني كده اهو. عند النقطة هنا وعمل سطر جديد، عند النقطة هنا وعمل سطر جديد. طب تعالى نشيلهم كده، هتلاقيهم كلهم جنب بعض. وتلقائي عشان عاملين اوتو سيف من اول فيديو خالص اهو، رجع تاني جنب بعض كله سطر واحد. ده كده البريك، ده بيساعدك انك على تنسيق وترتيب الكلام في الصفحة. ونيجي بقى لتاج الاتش ار. تاج الاتش ار زي ما قلت لك هي بتضيف خط في النص كده، خط يظبط شكل الصفحة. فتعالى مثلا نجرب كده. تاج البي اهو، بي بعد كده تاب، عمل تاج الفتحة اهو، تاج القفلة اهو. نكتب برضو مثلا لوريم 30 مثلا تاب، وجاب 30 كلمة. فاحنا عايزين نشوف بقى الاتش ار تعمل ايه، فاحنا نكتبها في وسط الكلام. برضو خلينا مثلا كده ايه، اتش ار هنا اهو. ماشي، وهنا اهو. تمام، تعالى نرجع بقى كده اوبن لايف سيرفر نشوف شكلها يبقى عامل ازاي اهو. سطرين اهو، ودي طبعا اهو البي ار شغاله فوقها والاتش ار شغاله. تمام كده يا باشمهندس، ده كده الفرق بينهم. في حاجه مهمه بقى عايزك تلاحظها كده، وهي ان في تاج البي ار وتاج الاتش ار دي سيلف كلوزنج تاج، يعني ملهاش تاج القفل. زي البي مثلا ليها تاج فتحه اهو، ولها تاج قفل هنا اهو. شايف دي اسمها تاج قفل مع الخط دي كده. تمام، لكن الاتش ار والبي ار هي بس ليها تاج كده واحده بس، شكل واحد كده. وهعمل برضو فيديو في شرح فرق اللي فيه التاجات اللي هي السيلف كلوزنج تاج اللي ملهاش تاج قفل. بس كده يا باشمهندس، ده كان فيديو بسيط كده وصغير وسريع يعلمك الفرق ما بين البي ار والاتش ار. واتمنى انك تكون اتعلمت اي حاجه، اي معلومه من الفيديو ده.